أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله أيضا زيد فيضا في وداع رمضان المعظم اللهم إن حبيبي وقليلي وطبيبي شهر رمضان أراد الانصراف عني يوم الثلاثاء إليك مع أني لم أمل منه ولم أستغني عنه فوادعته بهذه الرائية راجيا أن تكون لي رحمة وربحا في الدنيا والآخرة فتقبلها مني يا رب وبارك لي فيها واجعلها فوق ما قلت وحقق كل ما رجوت منك في الدنيا والآخرة واشهد لي أبدا بأني رضيت عنك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاء المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم عنك وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم يا ذا البشارات بالآيات والصور لاشهد بكوني عبد المحسن الصور لاشهد بكوني عبد الله فيك بلا غش ولاشهد بأني تبت من خوري زرسا قفول لرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا زلت ضيفا كريما قد يبشرني في السر والجهر بالإحسان ذا بشر فجأتني يا خليلي بالسرور هنا بلاحدا في ترابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا عن الكريم البديع الصنع ذي القدر قد تبت للغافر الغفار من أودي وعنه أردى ولي قد جاد بالظفر أسلمت كلي له عبدا له أبدا بما ليختار في مكسي وفي سفري له شكوري في دار السلام وفي طوبى بسكر حكيم قد نفى ضرري سألته بعد عودي بالرضا لهما ألا يلاقيني شيء من الغرر وأن يسلمني من كل مهلكة بالمصطفى من بمدحي والصلاة حري وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته به توسلت في ليل وفي سحر ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تحري ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منزجر به تلبت من القهار مرسله أراد لي كل ذي جحد وذي ضجر به تلبت من القهار مرسله أراد لي كل ذي جحد وذي ضجر كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي زمر صلى عليه بتسليم مقدمه بالآل والسحب من يزكو بهم عمري أخرجتني يا إلهي من حداي مهن بأهل بدر ورلي كل ذي بطر قد قدتني بالرضا للصالحين معا عصمتني ربي من بوسى ومن خطر توسلي لك في الأعداء مغتربا به كفاني أهل الكفر والحير ليستجبت بما فاق الزنون به جعلت قلبي زرف الآي والسير به استجبت خديما للكرام لدى أوجالهم فلتكن لي وتدم بشري إليك يا خير وهاب مددت يدي في البر والبحر سخر لي ذوي الأشر أنا أمد يدي للخلق مبتديا لدى عدا قلب كل صار كالحجر من بعد كوني عبد الله في أبد وبعد كوني خديم الفجر ذي الفجر أو كيف أركن للدنيا مجردة من بعد ما بعتها في العسر واليسر أم كيف أشكو لمن غروا ببهجتها ذوي التنازع والتثليث والخسر أم كيف أشكو لمن غروا ببهجتها ذوي التنازع والتثليث والخسر إني إلى النافح الرزاق مفتخر ولم أكن لسوى المغني بمفتخر لا أشتكي الضر للمخلوق مبتديا من بعد كوني عبد الله بالفخر من قال لي قبل أنت اليوم مغترب عند النصارى سوي الأسياء والسمر
جوابه حسبي الله الحسيب هنا وهو الحفيظ الذي يغني عن الزمر إن الإله ولي سرمدا وبه أنجو وإني من خوفي عداي بري والمصطفى المنتخى المختار واسطتي ورفقة الدهر أهل الخير والخبر وهو الوسيلة للدنيا وآخرة به أمت لواخي كل منتصر إني لمولاي عبد خادم أبدا لمن يطيب ربي لي به عصري لمن به قد أغاث الله جملة من به استغاثوا وفازوا منه بالفخر يا رب بالمصطفى سلي مناي مهن يا من كفاني ذوي الإنكار والسخر إني لعبدك في سر وفي علن يا من حماني في بدو وفي حضر من رام هدم جنابي من حدا زمني صرفته قبل بالمحسن العدا مدري من ظن أني لغير الله مرتحل أو لسوى المصطفى المختار في سفري صلى عليه بتسليم بشيعته من كونه لي أغناني عن النفر حتى يبارزني بالسيف ذا سفه وبالمدافع ذا عقد وذا غدر فالله يحصله والخلق تعسله والعار يقتله بالخزي والكدر والله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر ذا نفع بلا ضرر إن شاء ربي الذي قد كان لي ومعي ربا وكنت له عبدا مع الدرر له كتابي وتاتيني مناي معا من فضله الواسع المقني ذوي الوتر له كتابي وأرجو فوق مطلبتي من جوده النافع المستخجل المطر يا ذا السماوات والأرضين منفردا مع الهواء ويا ذا البحر والنهر يا ذا السماوات والأرضين منفردا مع الهواء ويا ذا البحر والنهر إني فقير حقير ليس لي عمل أرجو به الفوز من صوم ومن سهر وقدت لي منك من قادت له الصلحاء وقدتني لك من طوبى مع الصور هب لي تلاوتها ارزقني حلاوتها وارزقني الكسف فيها وتزل خوري خلد هداي بها هب لي غناي بها وسرمدا ليكن يا محسن الصور واجعل خليلي شهر الصوم يشهد لي بكوني العبد للوهاب ذي القدر واجعل خليلي شهر الصوم يشهد لي بكوني العبد للوهاب ذي القدر واجعله أحمد عود يا معيد لنا محوت قبل عيوبي رب مع كدري واشهد بكوني في ذا اليوم مرتديا عن الكريم الذي أغنى عن النفر واكتب كمالي في علم وفي عمل وفي التأدب ذا أوب مع الظفر مكنتني في ديوري يا إلهي بلا كد ولي كنت في طوبى بلا ضرر مكنتني في ديوري يا إلهي بلا كد ولي كنت في طوبى بلا ضرر قد كنت لي في ديوري يا إلهي معا عصمتني من عدى الأزمان والغرر وصل عني بتسليم على سندي وسيلتي من بمدحي والصلاة حري محمد من متى يلقى العدا أبدا ولو أسودا لدى آجامها تحري والآل والصحب ما فاز الخديم به في كل وقت وفي ليل وفي سحر والآل والصحب ما فاز الخديم به في كل وقت وفي ليل وفي سحر بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم واجهني منى تدوم بهيجا بكتاب به أكون لهيجا أكرمتني آي الكتاب كريما عند من لي يقول فضلا سروجا نفعت ذكر من الكريم أتاني ذا مكوس ولا أروم خروجا
نفح ذكر الإله حاط جنابي ذا مكوس وقد حويت بروجا كرمتني على خليل حبيب وكفتني الذي يلاقي اللجيجا ليقاد الكتاب فيضا عظيما من حفيظ كفى الأذى والتجيجا علي القدت بالسنا ذا صلاة وحوت نفسي المنى وسلوجا لإمام الهداة طرا مديحي مع صلاة ولن يزال بليجا إن من لاز بالعلي ذا امتداح رافق القر من غزوا والحجيجا خدمة المنتقى كفني عارا وسيلقى عد الإله الخجوجا خدمة المنتقى كفني عارا وسيلقى العد الإله الخجوجا لي يقود المنى مديح سفيح ويولي العدى الأذى والدروجا قاد لي مدحه مزايا كرام وبه قاد لي إله العروجا حست بالله من محاد عنيد وكفاني بمصطفاه العلوجا زهرا للمنى كما لي مالك ساخ للصفق سكره الولوجا يا رسولا له أديم صلاة مع سلام ولن تزال بهيجا مد لي مطلبي ومخجل سؤلي بالذي بالسنا أكوف لهيجا مد لي مطلبي ومخجل سؤلي بالذي بالسنا أكون لهيجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته بقولك وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشرهم صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك بهذه القصيدة حيث قرأت أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وجه رسول الله نوره بهر أنوار غر نور كل قد ظهر إن رسول الله صلى ذا البشر عليه في الحزب جواره بشر نبينا أحمد صلى من قهر عليه بالتسليم سيته اشتهر نفعني الذي البرية فطر بجاهه نفحا كفاني الخطر كرم باخ للنبي قاد السور كما به أحسن فضلا السور للمنتخم قاد ويمنه نشر على سحابه الكرام فانتشر على الذي به تعزز مضر صلاة من طيب بدوا كحضر للمتبى الذي عداي الله أغر سلام من صفى بقائي بعبر للمتبى الذي حدى الله أبر سلام من صفى بقائي بعبر أزكى سلامي ذي كرام وسبر على الذي به هداني ونصر خير الورى سدى عدوا قد دبر إلى سوى خديمه مع دبر للمصطفى الذي مضرتي حضر معجزة تبدو لكل من نظر قلت ولا يكون عيب كأزر وكل من رام مضرتي عثر على رسول الله قادا للفخر وساقة الذي قلاني لسخر ظلم معها فليس ينحوني ضرر ولا جوى ولا عنا ولا غرر يقود لي كن فيكون دون ضر ما أراده حضر يقود لي كن فيكون دون ضر ما سرت مما أراده عدر محمد صلى عليه من بهر بفضله تقديمه جهرا ظهر بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وجه للخلق الإله أحمدا حمدا رسولا كله قد حمدا أزكى سلامي من هداه فاهتدى عليه بالآل ومن به اقتدى أزكى سلامي من هداه فاهتدى عليه بالآل ومن به اقتدى
نبينا أحمد حاس السوددا قدمته تهدي كما تحوو حدا نبينا محمد لم يولد مثل له وأبدا لن يولدا كرمه باق إليه المددا قاد كما قاد إليه السددا لاقى الذين لم يعينوه ردا والكل ولى مدبرا وطردا عليه صلى من حماه مولدا صفى مع التسليم حيث وردا له خوارق تفوق عددا من لم يطعه لا يحوز صددا يمدح أحمد مديحا جيدا خديمه أحمد منس أيدا قس يا رسول الله مني أبدا هديتي ولي صفوا أبدا لك هدني يا من أحمدا دري وفقري ودواما خمدا خدمك الباخي الذي قد أوجدا بك الورى قطبا ملازا أمجدا عليك أثني والثناء الشهدا لك بتقديم وفضل عهدا زلك يكفي الحر من تعبدا بمدحك المولى اختفى وقد بدا يقول كل الله ربي سرمدا عبدته سا خدمة لأحمدا محمد خير كرام حمدا عند جميل لا يرينا كمدا بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وجه النبي المنتقى حلاه باخ مجمل وما خلاه أنور من عبد يد علاه تجلد جنات متى جلاه نبينا أحمد قد أدناه مقدم خاد له مناه نبينا أحمد ما ساواه خلق لدى باخ له آواه كتب سبقه الذي اجتباه وللقاء بالسر اتباه للمنتقى ما لا يرى سواه ولا يجي شرواه عليه في الآل ومن تلاه أزكى سلامي الذي أعلاه للمصطفى جملة ما اشتهاه وليس في الدارين من ضاهاه إلى الطباخ ربه رقاه وكل من لم يحوه وقاه خفض في الدارين من أباه رفعه بالمنى حباه له خوارق لدى مولاه وكرما أولاه أو مالاه له خوارق لدى مولاه وكرما أولاه ما أولاه قلت وإني بان لي هداه ولي سوى تنتحي عداه على الذي رب الورى اصطفاه صلاته في كل من قفاه ظهر ما أبدو وما أخفاه له الإله والأذى كفاه يا خير من أخفى ومن أبداه باخ به كل به فداه منك لكل جاء ما حلاه بك إلهك وما خلاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته بقولك وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من جعلت كل شهر وكل يوم خليلا وحبيبا لعبدك وخليلك وخليل رسول الله وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام وتقبلت هذا المدح بقدر عظمة ذاتك وبمقدار رسولك عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم وجهي لمن خلق أما وأبا وغير كوني ذا سرور قد أبا الله قد وجهته وذهبا بضري ولي مناي وهبا نويت شكره بمدح ذهبا وباغتراب من قلاني حذبا نويت شكر من خيورا سلبا لي بردا ولي عداي غلبا كتبت في البحور ما لي جلبا ما بالنبي قبل كل طلبا للمنتقى وجهت مدحا حلبا حلب كل باخيا فانحلبا
للمنتقى وجهت مدحا حلبا حليب كل باخيا فانحلبا عن الورى عفوت عفوا حببا قلوبهم كل بلا تسببا للمصطفى وجهت مدحا جنبا غير مدرتي ولست مذنبا أسحب من لي فدة وذهبا قاد أجورا كدري فذهبا خلق لي من قادني مقربا إليه ما شئت ردا وقربا لمن محى بلا خفا تخربا عني ودار من خلاني حربا قلبي وجسمي وكفاني تعبا ولا يريني مثقلا ومتعبا علمني باخ أراني الغيبا كما أباد من قلا وخب وخيبا علمني باخ أراني الخيبا كما أباد من قلا وخيبا ظلم محى محوا يقود العجبا لي أبدا ولي يسر النجبا يقود لي حيث أكون المتبى صلى عليه من هداه واجتبى ما ست من ربي وضري أبا بفضل من خلق أما وأبا